فيه ساعتها يعني. بس تخيل يا مؤمن ان الفيلم ما عجبش محمد رجب واعتذر عنه. عموما الحمد لله قدر. عرضوا ولاد رزق على احمد السقا، وكان مترشح امير كرارة في دور ربيعه، ودور احمد الفيشاوي كان هيبقى محمد امام، ودور الضابط بدل محمد ممدوح تايسون كان مترشح ياسر جلال. بس اعتذر ياسر ورشحوا مكانه خالد النبوي، عشان كانت الخناقه والعه وقتها بين السقا والنبوي بعد فيلم الديلر، فكانوا عايزين يستخدموا القصه دي كدعايه للفيلم. حركات. لكن السقا طلب تعديلات كتير في الورق، لحد ما حد قال له كده نجم الفيلم بتعديلاتك دي هيبقى شبه ابراهيم الابيض. فخاف السقا انه يكرر نفسه واعتذر عن الفيلم، وكل الممثلين اعتذروا بعده. راحوا بالفيلم عرضوه على احمد عز، ووقتها كان في خناقه بينه وبين محمد رمضان، عشان مره عز طلع قال ان الافلام الشعبيه دي بتبوظ الشباب ومش هتعيش. وطلع محمد رمضان رد على الكلام ده وقال